السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده برضو هنعمل اكلة اقتصادية، عشان خاطر الاحوال اللي انتوا شايفينها. فساعات بيبقى ما عندناش افكار لاكلات مختلفة واكلات اقتصادية وخفيفة وبسيطة وغير مكلفة، فاحنا بندي بعض افكار وبناخد من بعض افكار. وكده النهارده ان شاء الله هنعمل فول بقوطه، بس بطريقه جميله جدا جدا وطعمه كمان جميل فوق ما تتخيلي. هنبدا مع بعض وهنشوف هنا عملنا ايه. هنا قطعنا بصلتين وحطينا سمنه وحطينا معلقتين زيت وحطينا كمان حبه ملح وبنقلب فيهم مش اكتر من كده. كده احنا كمان هنضيف ممكن يعني ربع قرن فلفل حامي او فلفل بارد زي ما انت عايزه. هنضيف كده حبايبي تكون البصله اصفرت، وهننزل بالقوطه على طول مكعبات صغيره جدا. وبكده هنضيف تقريبا بتاع معلقه صغيره، اقل من معلقه صغيره سكر عشان يعادل الحموضه بتاعه القوطه. كده حبايبي تكون التسبيكه بتاعه الفول، بصوا بقت ازاي، بقت ناعمه جدا واستوت واتسبكت كويس قوي، والقوطه بقت مسكره عشان حطينا لها نص معلقه سكر. وكده هنضيف الفول. وبكده بعد ما ضفنا الفول كده هنقلبه كويس قوي، وهنضيف له كمان حبه ميه صغيرين قد كوبايه. وبكده نكون زودنا الفول حبه ميه وحطينا الفول. بصوا لو خدتوا بالكم، بصوا طالع ازاي، اجمل من بتاع المحلات بكتير قوي. على الاقل خالص حاجه انت ضمناها ومعموله جوه بيتك. ظبطي بقى الملح بتاعها، حطي حبه فلفل اسمر وحبه كمون وظبطي الملح بقى، وهنشوف بعد ما نصبه في الاطباق. كده عملت جنب الفول بقوطه برضو، انا عملت بطاطس مهروسه لان صراحه انا بحبها جدا 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 وسط الاكل. وحطيت لها نص معلقه سمنه بلدي بالطريقه دي وهنهرسهم. وكده كمان هنعمل بيض بالسمنه. كده احنا هنعمل بيض نص سوا بالطريقه دي، كده هو تمام قوي. كده حبايبي نكون خلصنا الاكل، واكله اقتصاديه جدا 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 ومتوفره وتكلفتها قليله كمان. كده الفول بقوطه ده، وهنا بطاطس مهروسه، وهنا مخلل ترشي، وهنا بيض بالسمنه وكابوتشا. وكده يا رب تنال اعجابكم، يا رب اكون قدرت اديكم حتى ولو حاجات بسيطه من وصفات قليله التكلفه. وبكده اكون خلصت كده حلقه النهارده. يا رب تنال اعجابكم يا رب، واتمنى منكم تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.